السلام عليكم. فيديو جديد، كنتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير وبألف عافية. ديما الجديد. دنيا بطمة كما كتعرفوا راها باقا متابعه في هذيك القضيه ديال حمزه ومومبيبي اللي كانت دارت ضجه في المغرب، وجمعت الممثلين، جمعت بزاف الممثلين، بزاف طاحوا فيها وبزاف راها باقا ما سالتش هذيك المعمعه، باقا القضيه غاده في النقاش، وراها تحكمات بعام ديال الحبس اللي كانت ديجا يعني غيحكموا عليها بالحبس. ما تلاش دخلت الحبس، كانت حملات وولدات، والقضيه كانت سكتت واحد شويه، ولكن راه كانت القضيه باقا غاده في المحكمه، مستمره في المحكمه، وعندها عام ديال الحبس، خصها تطري في الحبس. هو ماشي تمني لي لا تدخل الحبس ابدا، ما تمنيليش. حنا جينا منها ملي طلقات وملي قالت باننا خانها ترك، جينا منها صراحه بنت بلادنا ومراه شجاعه ومراه قويه، وهي اللي زعما كتجبدها من فم السبع، واخا ولات كتغني في الكباريات وداك الشيء. المهم كتجبدها من فم السبع باش كتصرف على امها وعلى بنتها، ونيت على ترك. راه هو ما كانش خدام، راه كان الماناجر ديالها وعلى عائلتها، يعني هي اللي كانت هي عمود الفقري ديال الدار ديالهم. ولكن انا القضاء فوق الجميع، يعني القانون هو القانون، واخا نكون فقير ولا غني، اللي غادي يدوز الحبس غيدوز الحبس. راه كاع الناس مدوزين الحبس، راه بزاف الناس دوزوا الحبس غلطوا، ماشي غير غلطوا ودوزوا الحبس وراهم خرجوا. وكنتمنى واحد من اللي غلط ودوز الحبس يخرج شويه واعي وعارف، ويعني شي حاجه من ديك التجربه خداها. هي راه حكموا عليها دابا عام ديال الحبس، غتدوز العام ديال الحبس. ما تمنيناش ليها كما قلت لكم، ما تمنيناش ليها. واش غنقول لك الدنيا، الله يهديك الله يهديك الله يهديك والله يهدينا كاملين، كفى يجمعنا كلنا. وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله.